هم ممثلون وممثلات يلحق بهم من يوصفون بالإعلاميين في مصر ما بعد الانقلاب. أعمارهم تقارب 60 أو تزيد. قد تكون أضواء الشهرة الفنية قد انحسرت عن بعضهم، لكنهم على ما يبدو ما زالوا قادرين على خدمة الوطن في مجالات أخرى بدأت تتجلى فيها مواهبهم حديثا. في وفد شعبي طالع علشان نبقى مع سيادة الرئيس. هو الفن في خدمة السياسة الخارجية أو دبلوماسية الانقلاب، وما سمي بالقوة الناعمة التي لجأ إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل فتح آفاق التعاون مع دولة هي من أهم القوى الاقتصادية ومراكز صنع القرار في أوروبا والعالم. اللغة ذاتها التي يخاطب بها السيسي ومريدوه الشعب المصري في أزماته الداخلية يحاول أن يستميل بها الألمان. فعلى الرغم من أن الهدف الطبيعي لتلك الزيارة هو جلب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري المتهالك، فإن الهم الأكبر لدبلوماسية الانقلاب هو تصوير المشهد في مصر على أنه حرب على الإرهاب. ولعل ما يفسر هذا جلب السيسي لوجوه كان لها دور بارز في تسويق الانقلاب داخليا. لم يكترث النظام المصري كثيرا على ما يبدو لكون أحد المرافقين للسيسي هو من المحكوم عليهم بالسجن وإن لم ينفذ الحكم. فسمعة القضاء المصري التي تثير كثيرا من الانتقادات في الخارج لا تعني صناع القرار ما دام شامخا في مصر، حتى وإن رفض رئيس البرلمان الألماني مقابلة السيسي بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر. زيارة حشد لها إلى جانب الممثلين والممثلات قادة من الكنيسة ورجال أعمال ممن دعموا ومولوا الانقلاب وما سبقه من إرهاصات. هي مظاهرة وطنية ولكن في حب من؟ يلا رجالة يا وقت الجد. هو موكب فني تحول إلى مظاهرة اتسعت لبعض من قاموا بتمثيل أدوار وطنية شهيرة وغاب عنها آخرون. ولعل وجود بعض الممثلين منهم في هذه الزيارة يرتبط بكونه أدى دور شخصية ألمانية في ملحمة وطنية يوما ما. ديفيد، ايه رأيك لو تصفي كل أعمالك هنا وتيجي معايا على ألمانيا؟